السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مرض جديد وغريب شوية، وهو مرض مناعي. إيه هو المرض دوت؟ هو ده مرض الوهن العضلي. مرض الوهن العضلي هو بيصيب الجنسين، يعني ممكن يصيب الرجال والسيدات، بس السيدات ممكن بعد سن 40، أما الرجال من بعد سن 50. ايه مرض الوهن العضلي؟ هو اسمه كده، هو الموضوع فيه عضلات. هو دوت مرض مناعي. جهاز المناعة فيه، او بمعنى ادق الاجسام المضادة بتأثر او بتهاجم مستقبلات العضلات، فبتخلي فيه مشكلة في اداء وعمل العضلات. كل عضلات الجسم؟ لا، في الغالب ما بيكونش كل عضلات الجسم، تبقى اماكن معينة بس، زي العين والحلق، وبتأثر كمان على البلع وكمان التنفس، خصوصا لو بنعمل مجهود أو طالعين سلم. ممكن كمان صعوبة في الكلام، ممكن صعوبة في الأكل. ممكن تأثر على مش العين بس، يبقى كمان جفون العين وتخلي حركتها مش جيدة. طيب هو الفيروس دوت، هو ده فيروس؟ لا، هو ده مش فيروس. طب بكتيريا؟ لا، مش بكتيريا. زي ما قلنا مرض مناعي، المناعة فيه ده مرض ذاتي، المناعة فيه هي اللي بتهاجم، لكن لا ده فيروس ولا بكتيريا. طيب ده نتيجة ايه؟ ده بيبقى خلل مناعي. طيب أكيد في أسباب. السبب الأول اللي هو الخلل المناعي، وجود الأجسام المضادة اللي بتهاجم مستقبلات العضلات. طيب في أسباب تانية؟ في بيبقى في خلل في الغدة الزعترية أو الغدة التيموسية، هي ليها اسمين، اللي بتبقى موجودة على القلب. طب إيه الغدة التيموسية دي؟ الغدة دي بيبقى فيها الريفرنس لأي فيروس أو مرض أنت اتصبت بيه قبل كده، وبيبقى عندها الهيستوري بتاعه أو الدي ان ايه بتاعه أو الشفرة الوراثية بتاعته، بحيث لو اتصبت بيه تاني محتاجش لسه إن احنا نحلل الفيروس ونشوف ونعمل الأجسام المضادة. ده ريفرنس موجود عندنا، سجل موجود عندنا، سجل مناعي للجسم موجود بيساعد على طول وبيطلع الريفرنس بتاعه في حالة انت اتصبت بنفس الفيروس مرة تانية. طيب في ايه تاني ممكن يكون سبب في المرض دوت؟ القابلية الوراثية، يكون عندك حد قبل كده هو اتصاب بنفس المرض دوت قبل كده، يبقى كده فيه قابلية وراثية، ان هو برضو يعتقد ان هو جيناتيك، يعني ناتج من الجينات. طيب احنا عرفنا دلوقتي كده الاسباب الثلاثة او الاسباب المعروفة لينا، اللي هو مرض غامض شوية ومرض دقيق. طيب هو دلوقتي المرض ده لازم نعرف ان هو بيزداد مع النشاط العضلي وبيقل يعني على فترات مع الراحة. فلازم الشخص اللي بيصاب بيه قدر الامكان يريح نفسه، خصوصا هو الرجال اللي بتتصاب بيه بعد سن 50، والسيدات بعد سن 40، فبيبقى النشاط البدني اوريدي قليل يعني، ودي حاجة من رحمة ربنا طبعا. طيب العلاج بتاعه ايه؟ في اكتر من حاجة او اكتر من ليفل بحسب درجة تطور المرض عندنا. هو كعلاج نهائي ليه؟ مفيش علاج. طيب هو دلوقتي المرض دوت احنا ممكن نعالج. طب الأعراض بتاعته في أدوية بتعالج وبتحسن من أداء العضلات عشان تأثير الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة عليها ينخفض ويبقى قليل. ده النوع الأول من العلاج. النوع التاني من العلاج بيشتغل على الدم، أو بمعنى أدق البلازما، أو بمعنى أدق الأجسام المضادة الموجودة في البلازما. طب ده ازاي؟ ده احنا قلنا الأجسام المضادة هي اللي بتهاجم مستقبلات العضلات. خلاص احنا نفلتر الدم زي كده، هو مسألة الغسيل الكلوي، بنفلتر الدم ونطلع منه البلازما اللي فيها الأجسام المضادة اللي بتهاجم العضلات اللي فيها خلل، نشيلها خالص ونديله أجسام مضادة تانية، وبكده هو الموضوع يقل عنده. طب ده كلام جميل. في حاجة تالتة؟ ممكن نوع تالت بقى، بس ده للناس اللي سنها أقل من 60 سنة، لأن ده هيبقى تدخل جراحي أو عملية. إيه هو التدخل الجراحي؟ إن إحنا نستأصل الغدة التيموسية ذات نفسها، اللي دي بيبقى فيها كده هو تضخم أو متورمة، عشان كده هو بتوجه الأجسام المضادة أو بتعمل أجسام مضادة أو بتشجع على إنشاء أجسام مضادة تهاجم المستقبلات بتاعة العضلات.
والتدخل الجراحي ده بيبقى آخر حاجة. طب أنت قلت دلوقتي الغدة التيموسية دي الريفرنس بتاع الجسم. انت دلوقتي لما هتشيلها الجسم يرجع زيرو تاني لما يتصاب بفيروس؟ للأسف بنسبة كبيرة، لأن الغدة دي زي ما قلنا هي الريفرنس بتاع كل الأمراض اللي جاتلك، وإزاي الجسم يقدر إن هو يعمل الأنتي بوديز ليها، والويك بوينتس بتاعتها أو نقاط الضعف في الفيروس أو البكتيريا ديت أو ما إلى ذلك. فهي استئصالها برضو مشكلة، إن هي بتضعف طبعا المناعة. طب افرض هي اللي عاملة المشكلة دي، هو الأفضل طبعا علاجها. طيب ده العلاج المتعارف عليه. طب الحجامة بقى هتعمل إيه؟ الحجامة دورها جميل ولذيذ جدا ونشط جدا في الموضوع ده، إن هي أي أجسام مضادة أو بلازما فيها خلل بتسحبها، زي الفلتريشن، عملية الفلتريشن اللي احنا قلنا عليها من شوية، اللي هي عاملة زي الغسيل الكلوي كده. ده بيتعمل اوريدي بالحجام، فبينشط أولا العضلات، وبتتعمل على قريبة من الأماكن اللي فيها الإصابة عشان تنشط عضلاتها وتنشط مستقبلاتها. النقطة التانية بتفلتر الدم وبتطلع منه البلازما السيئة اللي بتهاجم الجسم اللي عاملة المشكلة دي وبتقللها. طب هي دي جلسة واحدة بقى طول العمر؟ لا، الموضوع بيختلف. ما ينفعش ان احنا نقول جلسة واحدة او جلستين غير لما نشوف الحالة الاول ونحدد ونشوف التاريخ المرضي بتاعها، وفي يعني هو جيناتك ليه قابلية وراثية ولا لأ، والموضوع متدهور بقاله قد ايه، في ضغط وسكر معاه ولا لأ. الموضوع بيبقى واسع وكبير، مش مسألة هو فيديو يطلع يقول هي جلسة واحدة وزي الفل. لأ، ما هو اوكي، بعد ما انتجتها هتروح ويفضل فترة طويلة ممكن ترجع له تاني مرة تانية. والتانية الحجامة بتعالج المرض أو العرض الموجود حاليا. يعني أنت مثلا الجو ساقعة وأنت جالك تليفون ما فيش شبكة، تطلع البلكونة تتكلم، أخدت برد عالجتك من البرد. لو جالك تليفون تاني وطلعت في البرد هتاخد برد تاني. هي دي النقطة، أنا مش هبعالج المستقبل، أنا بعالج اللي موجود حاليا. ده طبعا. ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.